السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة هنعمل الفتة. طبعا كل سنة وانتم طيبين. الفتة ما لازم طبعا في العيد الكبير نعمل فتة. الفتة بيبقى لها كذا طريقة. انا هعمل لكم النهاردة بطريقة بعملها يعني تطلع حلوة يعني، فقلت ما اعمل لكم الطريقة دي. قبل ما نبدأ نقول نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة هيبقى معايا اللحمة. طبعا دي كانت عندي في الفريزر، فأنا بسلقها، يعني بحطها متجمدة وبسلقها على طول. طبعا غير لما تكون هي لسه جاية وبعملها بتتعمل بطريقة تانية. طبعا دي بتتسلق. اول حاجه بتتحط في الميه، ولما يطلع الريم بشيله، وبعد كده بحط لها التوابل بتاعتي والقطعيه بتاعتها. يعني هي في منها جزء موزه وكده، فبتطلع لي شوربه حلوه وتقيله وتنفع في الفته. طبعا انا ما قلتلكوش ما عملتلكوش الطريقه، لان ايه سهله يعني، سلق اللحمه سهل، وانا عملتها لكم في كذا فيديو قبل كده. بعد كده بقى هيكون ما هقول لكم بقى طريقة الرز. طبعا في ناس ما بتعرفش تعمل الرز، وهقول لكم الفتة بتحتاج لرز ابيض، وهقول لكم طريقة سهلة جدا عمر ما الرز يبوظ منك ولا يعجن. اول حاجة هيبقى انا هنا عاملة 3 كوبايات من الرز. بحطهم يتنقعوا نص ساعة يعني او ازيد عادي. المهم ان هما يتنقعوا شوية. بعد كده بجيب معلقة سمنة واحطها في الحلة لحد ما تقدح، وبعد كده بحط عليها الرز بعد ما اكون صفيته من المية، وبحط له المية بتاعته. بتبقى طالما هو اتنقع، هو كان 3 كوبايات، بحط له 3 الا ربع من المية. لما يكون منقوع بقلل ربع كوباية مية. بعد كده بحط طبعا الملح، وبحط له حبة زيت كده صغيرين علشان يطلع مفلفل معايا، واسيبه بقى ايه يستوي. بعد كده بجيب انا بقى العيش. انا عندي العيش مقطعاه زي ما انتوا شايفين. العيش بقطعه بالمقص كده واسيبه. حطيت عليه شوية زيت، واحط عليه كمان شوية سمنة، واقلبهم كويس جدا، واحطه بقى في الفرن علشان يتحمص. واجيب بقى حلة كده على النار، واحط فيها حتة سمنة وشوية توم مفرومين. انا ببقى فرماه، انا مفرزاه عندي يعني توم وكده. فاحط حبة من التوم حلوين كده واسيبه لحد ما يتحمر. وبعد كده بجيب حبة خل، يعني كوباية كده من الخل، واحطهم عليه. ويبقى انا كده عملت طشة التوم. الطريقة دي بتطلع الفتة جميلة جدا عندي، وبتطلعها حلوة جدا. بعد كده احط بقى ايه عصير طماطم انا عاملاه، احطه عليه واسيبه لحد ما يتقل معايا، علشان هزين بيه الفتة، وبتديها طعم حلو جدا. وبحط له معلقة ملح، وهحط له كمان حبة كزبرة، ده ضروري جدا. بس انا هنا يعني نسيتها، بس هحطها بعد شوية. بعد كده بجيب بقى طاسة، واجيب برضه احط فيها معلقة سمنة حلوة، ولو هي بلدي بتخلي الطعم بتاع الفتة تحفة. واحط فيها بقى التوم، برضه بحمره كده شوية. وبعد كده بحط له برضه خل، ودي معلقة من الكزبرة بحطها، واحط على الصلصة بتاعتي. الصلصة خلصت خلاص. بحط بقى حبة خل حلوين كده. وبعد كده باخد الخل ده واحطه على الشوربة بتاعتي. دي الشوربة بتاعت اللحمة، بس انا صفيتها علشان خاطر يعني ورق اللوري والحبهان والفلفل والحاجات اللي بتبقى فيها والبصل وكده، يبقى ايه اصفيهم منها يعني. بعد كده بقى بجيب العيش بتاعي واحطه في الطبق، واحط عليه شوية من الصلصة، وابدأ اقلب العيش في الصلصة كده علشان ياخدوا من طعم بعض. وطبعا كله بيبقى سخن، يعني الصلصة بتبقى سخنة. بعد كده بحط عليه الشوربة برضو سخنة جدا. بشيلها من على النار واحطها على طول على العيش،
وابدأ احط عليه العيش واسيبه اغطيه لحد ما يتشرب من الشوربة بتاعتي. بس كده، وابدأ بقى احط الرز بتاعي واغطي بيه العيش كله. عفوا. وابدأ احط برضه اشربه شوية شوربة كده عندي، عشان برضه الرز يبقى اتشرب كمان من الشوربة. واحط بقى الصلصة بتاعتي على الوش كده، وتزينوا بقى زي ما انتوا عايزين، بس المهم انها بتدي طعم حلو قوي، ومزازة الخل مع التوم بتدي طعم خرافة. وبعد كده بحط اللحمة بتاعتي زي ما انتوا عايزين، برضو تحمروها او متحمروهاش حسب ما انتوا بتحبوا تاكلوا. وبكده نكون خلصنا اكلة الفتة بتاعتي، الفتة المصري. والطريقة دي جربوها تعجبكم بإذن الله. بس قبل ما انهي الحلقة، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتدعوا لي دعوة حلوة، وتدعوا المازن ابني بالرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.